لو سنك من 15 ل 20 سنة فانت لازم تسمعي الفيديو ده. بصي، هي نصيحة واحدة هتلخص كل حاجة. بجد اغلطي، ارجوكي اغلطي بليز اغلطي، اعملي اي حاجة مجنونة تيجي في خيالك، خلصي كل غلطاتك، لان ده السن اللي لازم تغلطي فيه، السن اللي مسموح لك تغلطي فيه، السن اللي لما هيخلص وتروحي تغلطي نفس الغلطات دي، عشان بصي من الاخر كده هي غلطات وهتغلطيها، لفي تدوري هتروحي هتيجي هتغلطيها. لما تغلطيها في وقتها محدش هيفتكرها، انت نفسك مش هتفتكريها، هتفتكريها وتحكي عن نفسك، لكن لما تغلطيها وانت شحطه كبيره كده بيبقى موضوع صعب جدا، بيبقى موضوع صعب جدا. اي حاجه، اي تجربه بتجيلك في السن ده خديها بايدك واسنانك، تمام؟ واي غلطه يجيلك الفرصه انك تغلطيها اغلطيها. زي مثلا حب المراهقه، مش هقولك الارتباط، يعني مش هنغلط، بس ادي نفسك مساحه انك تحبي حب المراهقه ومش عارف ايه، وولد يكون عاجبك وبتاع، متقفليش عن نفسك قوي كده. انا هنا بتكلم على المشاعر، خلي مشاعرك تسوقك شويه، خلي مشاعرك تتحرك، وولد يعجبك، انت عارفه ان الولد ده عمرك في حياتك ما تفتكريه بعد كام سنه، مش مشكله. خلي الحاجات دي كلها تحصل، خليها تحصل دلوقتي، صدقيني هي تحصل دلوقتي احسن ما تاخدي الدرس ده وانت زي الشحطه الكبيره كده وتبقي مكسوفه من نفسك انك تقولي انك مريتي بتجربه زي دي وانت كبيره. تمام تمام، واسالوا مجرب. انا قفلت على نفسي ضبه والمفتاح بقى على عشان الاحلام الورديه بتاعت ان انا يجيلي مش عارف ايه في الوقت الصح مره واحده، ومش عايزه اعك ومش عايزه مش عارف ايه. اصلا ما اتعلمتش ازاي احب، اصلا ما اديتش لنفسي المساحه ان هي تحب. بصوا، عكيت يعني. فجه وانا كبيره كده جميله، معدله 20 سنه، جات لي اول تجربه في حياتي، رحت عكيت طبعا. عكيت بمعنى اني آه، ده كان حب مراهقه يا جماعه، كان حب مراهقه، فانا اصلا ما جربتش حب مراهقه عشان اعرف ان ده حب مراهقه. فيعني شكلي وحش قوي، شكلي وحش قوي وانا بمر بالتجربه القذره دي دلوقتي وانا كبيره كده. فعدوا بالمرحله دي عشان لما تبقوا في السن الكبير اللي ما فيهوش المفروض الكلام ده، المفروض تبقوا خلاص يعني جلدكم نحس وعارفين تختاروا صح بوعي، تعرفوا تختاروا بجد. ما تبقوش لسه بتجربوا، ما تبقوش لسه بتضيعوا وقتكم على معايل، من الاخر يعني. ف يعني ليتت، سيبي الدنيا، سيبي الدنيا تتعك، سيبي الدنيا، جربي، مش هتخسري حاجه، هتتعلمي، هتتعلمي. بس تتعلمي ان انتي ما تعلقيش قلبك بحد، حبي، مشاعر مش حرام ومش عيب. وبجد المشاعر، انا بس حاسه ان انا عايزه ابقى في النص، وحاسه ان انا مش بص يعني انا مش بصلكم او مش عارفه، اعتقد كده مظبوط. ماشي، ابو الطرحه، والله العظيم الطرحه حالفه، حالفه انها تقع النهارده. ماشي. ف جماعة لو حد يعرف بندانة كويسة ما بتبينش نص الشعر، عشان انا عملت كل حاجة وجربت كل حاجة ومفيش فايدة. المهم، جربي وما تخافيش، وغلطي دلوقتي، انت لسه صغيرة، حقك انك تغلطي دلوقتي، لكن هتتحاسبي حساب الملاكين لما تبقي في سن مش المفروض تغلطي فيه الغلطات دي وتغلطيها. محدش هيفكر ان ايه ده، معلش اصل هي مجربتش التجارب دي وهي صغيرة. كنت بتعملي ايه وانت صغيرة؟ كنت قاعدة بتفركي وبتجري وعمالة هتشربيها. بصي، في حاجات انت هتطفحيها في الدنيا كده كده عشان تتعلمي وهتجربيها، خديها بصدر رحب، وابقي عارفه انها مرحله، يعني انت جوه هنا اللاواعي عندك انت عارفه كويس ان هي مرحله، بس عيشيها، عيشيها وتحكي عليها وعشان يبقى عندك حاجه تحكيها يعني. فهنا ما تفهموهاش غلط، بس يعني لما تحكي انا عيله صغيره ومش عارف ايه والاحلام الورديه وقال لي هوديكي وهجيبك وبتاع، غير وانتي عندك 21 سنة زي مغفلة بيتقالك كلام عيلة عندها 15 سنة تقولك الواد ده بيغفلك. معلش، دي حقيقة، دي حقيقة. فمتخليش التجارب تفوتك، من الآخر، الوحشة والحلوة. ما تندميش لو انتي كبرتي مثلا دلوقتي وفعلا التجارب دي حاسه ان هي بتاكلك او جايلك على الجرح، ان انا ليه عملت في نفسي كده. صدقيني ما تفكريش كده، انا جايلك من هناك، انا اللي ما عملتش في نفسي كده، وبقول يا ريتني عملت في نفسي كده، بقول يا ريتني سبتني اتعلم، سبتني اغلط، سبتني اجرب، ما كنتش بيرفكت زياده عن اللزوم قوي كده، ما استفدتش حاجه.
بجد ما استفدتش حاجه غير ان انا ضيعت على نفسي فرص غلطات منطقيه في وقتها، منطقيه صح في وقتها، انا دلوقتي هي مش صح، ما ينفعش اغلطها، عيب اغلطها اصلا، شكلي وحش اني اغلطها، ابقى مكسوفه وانا بقول ان انا غلطت الغلطات دي دلوقتي. ف اعملي كل حاجه، اعملي كل حاجه وانت صغيره، هتحكي عليها لما تكبري. ولو انت دلوقتي كبيره ومكسوفه او متضايقه او زعلانه انك ليه ما كان زمانك بتسعي وبتعملي، صدقيني انت ما فوتيش حاجه، كده كده هتفضلي تسعي طول عمرك، كده كده هتفضلي تتعلمي طول عمرك. يعني ما تفكريش ان السن ده اللي كان لما تتعلمي فيه مثلا او تطوري فيه من نفسك ده السن اللي خلاص اللي لا ما كنتش هتعملي حاجه في حياتك، عادي. اهم حاجه بس في الحته دي مثلا بخصوص مثلا العلاقات، محدش يغير طموحك واحلامك، اللي انت بتحبيه وعايزه تعمليه اعمليه، تمام. والمفروض ان اصلا حاجات المراهقه دي بيبقى معاكي سمنه على العسل يعني، واللي هو حققي ومعاكي وبتاع ومش عارف ايه، فطالما انت في الحاجه في الحته دي خليكي دي. يعني خليكي زي ما انت ولما تقطعيها اقطعيها وانت واعيه، تمام، ومتعلمه منها، تمام تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه، ارجوكي جربي، ارجوكي ما تتكسفيش، ارجوكي ما تخليش حد يأثر عليكي ولا حد يحسسك انك بتعملي حاجة مش غلط وانتي عارفة انها مش غلط او حرام. طالما مش غلط ومش حرام، طالما مش حرام خلينا طالما مش حرام اعملي اللي انتي عايزاه ايا كان شكله ايه، تمام تمام. تالت حاجة، اسمه ايه ده، ما تسعيش انك ترضي حد. تالت حاجة، اياكي تسعي انك ترضي حد، لا اهل ولا صحاب ولا واحد ولا واحدة ولا اي حد، انتي لازم تبقي اول واحدة. ومش الكلام الكليشيه اللي بقى وحبي نفسك ومش حبي نفسك ومش عارف ايه، انا ما بقولكيش حبي نفسك، اقولك حطي نفسك اول واحدة، حتى لو بتكرهيها هتتعلمي تحبيها ازاي، بس لازم تحطيها هي اول واحدة. اياكي تيجي على نفسك عشان حد، اياكي تيجي الناس على نفسك عشان اي حد، اياكي حد يبتزك عاطفيا هي بتبقى اكتر حاجه عاطفيا. لو انت شخصيه امباثايز زياده عن اللزوم، ما تخليش حد يستغلك، ما تخليش حد يستغل النقطه دي فيكي، ما تخليش حد يحسسك بالجلد ابدا، ولا ان انت ازاي ما سبتيش كل اللي وراكي واللي قدامك ورحتي عشانها او عشانه او ايا كان. حطي نفسك اولويه، خلصتي اللي وراكي، خلصتي اللي عليكي، خلصتي اللي ليكي، خلصتي اللي انت قاعده مستريحه وفاضيه، خلاص نشوف بقى الناس اللي هناك دي بتقول ايه، والناس اللي هناك دي محتاجه ايه، والناس اللي هناك دي عايزه ايه. رابع حاجه، يا رب يعني يا ريتني اتعلمتها من وانا اصغر من كده بكتير، حطي لنفسك وقت في اليوم بتاعك، حطي لنفسك في بيتك مكان هو السيف زون بتاعتك، حتى لو البيت مش مكان امن، حتى لو البيت هو المكان اللي انت بتهربي منه، خلي مكان جوه البيت نفسه بتاعك، سريرك، حته جوه سريرك، حتى لو اختك بتنام جنبك مثلا، حته جوه سريرك، وقت معين، مش لازم حته دايما فاضيه، وقت معين. لو انتي في الظروف، بصي في اقبح الظروف، في اسوأ الظروف، لو مثلا البيت كله بينام، ما بحدش بيصحى مثلا قبل 8 الصبح او قبل 7 الصبح، ظبطي نومك انك تصحي في وقت الكل نايم، وخدي الوقت ده ليكي، خدي الوقت ده ليكي من غير الموبايل، ركزي على حياتك وركزي على نفسك، اكتبي 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 اكتبي، حتى لو برضو مش في مكان امن ان الكلام ده يفضل بتاعك من غير ما حد يبص عليه، قطعيه، اكتبيه وقطعيه وارميه، خبيه تحت السرير، اعملي بلاش خبي، بلاش اكتبي وقطعيه، احرقيه يا ستي، احرقيه، خديه ارميه في الميه بعد ما تخلصي. بس اتعلمي من وانت صغيره تكون عندك مساحتك الامنه مع نفسك، متهربيش من نفسك، متطلعيش تجري كل ما يحصل حاجه تطلعي على حد قبل ما تطلعي على نفسك، اجري انتي اول حد تروحي له، خدي نفسك، وقبل ما تجري تحكي لحد اقعدي مع نفسك الاول، اتكلمي في الحاجه دي ايا كان شكلها ايه، خلاص اخدتي وقتك ممكن تروحي تتناقشي مع حد، تمام، لكن اساسك انتي الاول، ارجعي لها انتي الاول، اتعلمي تتكلمي معاها، بجد اتعلمي تتكلمي معاها، تعلمي يكون في لغة تواصل محترمة ما بينك وما بينها، محترمة، اتعاملي معاها ان هي واحدة صاحبتك، وحد مش واحدة صاحبتك عادية، دي اهم واحدة عندك، شوفي اهم حد عندك لما تيجي تتعاملي معاها تتعاملي معاها ازاي. شايفة اللي انا بقوله لك ده؟ ربي عقلك بقى، الكلام الصعب الغبي اللي احنا بنقوله لنفسنا، انت غبية، انت ما بتفهميش، انت الغي الكلام ده، الكلام ده كارثة كارثة،
كارثه. متطلبيش ويعني بالعقل كده، انت بتقولي لنفسك جوه ده داخليا، يعني جوه نفسك داخليا متخيله الناس اللي بره هتعاملك وتتكلم معاكي ازاي، وازاي تطالبيهم ان هم يتكلموا معاكي بطريقه كويسه او وانت شخصيا بتكلمي نفسك بالطريقه دي. ما تعمليش كده في نفسك بجد، ما تعمليش كده في نفسك بجد. غيري لغه الحوار مع نفسك، حياتك كلها تتغير. هتلاقي نفسك مش بتقبلي حاجات كتير قوي من الناس كانوا واخدينها فور جرانتد عليكي. هتلاقي طرق كتير انت مش قابلاها عن نفسك. انت نفسك هتلاقي نفسك بقيتي خفيفه، بقيتي قبلاكي، بقيتي قادره تقعدي مع نفسك، بقيتي قادره تستحمل يعني. حتى ما فيش كلمه تستحمليها دي، يعني هتبقي قعدتك مع نفسك خفيفه. قعدتك مع نفسك هي الحاجه اللي بتخرجي نفسك وتفكي فيها عن كل الاحداث اللي بتحصل في حياتك، مش بتهربي منها فوق الهروب اللي انت بتهربيه اصلا. فاختصارا انا مش فاكره انا قلت كام نقطه، بس اهم حاجه اقبلي غلطاتك، جربي، ما تخافيش، ما مش لازم تكوني بيرفكت وما بتغلطش. غلطي وعكي وتكلمي اعملي كل اللي انت عايزاه. لان ده سنك انك تغلطي دلوقتي، مش سنك بعد ما تكبري انك تغلطي فيها. تمام، اغلطي دلوقتي، حطي نفسك اولويه. مش هقولك حبي نفسك، حطي نفسك اولويه وبعد كده نتكلم مع بعض. خلي مكان امن جوه شقتك، جوه الشقه ليكي، ولو ما فيش مكان امن خلي توقيت امن وقت الكل نايم فيه، فانت قادره تلاقي مكان تعملي فيه الفايبس بتاعتك. رابع حاجه، والوقت ده ما يكونش فيه سوشيال ميديا، وما يكونش فيه موبايل، انت ونفسك وبس. اوكي. رابع حاجه مش فاكره والله قلت ايه، بس يعني بجد يا بنات، يعني بجد انا جايه لكم من بعيد قوي، انا جايه لكم من هناك. رابع حاجه، مفيش حاجه هتفوتك، مفيش الندم على اني كان زماني خلصت وانجزت. ومفيش اولا مفيش حد في الحياه هينجز كل حاجه في الدنيا او هيخلص كل حاجه في الدنيا قبل ما يموت. فوفري على نفسك بجد، انبسطي وعيشي. تمام. طبعا انا مش بشجعك انك ما تشتغليش او ما تعمليش، بس انت فاهمه قصدي. ما تموتيش نفسك لاجل انك فوتي حاجات كنتي المفروض تخلصيها بدري عن كده. عادي، هتخلصيها، لسه قدامك وقت هتخلصيها. فما تندميش على حاجه انت عملتيها قبل كده بجد. be proud انك عملتيها في وقتها على الاقل، الحمد لله، واتعلمتي منها. وهو دلوقتي مش بتخشي في نفس التجربه، طالما مش بتكرري نفس اللوب، فانت في امان، فانت اتعلمتي، فانت اخدتي التجربه وتعلمتيها، وده اللي ربنا عايزه منك. بس كده. انا مش عارفه اسمي السيريز دي ايه او اي حاجه، بس يعني خلينا نمشيها كده دلوقتي لحد ما نلاقي لها مسمى. ويعني انا عارفه مش ناس كتير بتتابعني دلوقتي، بس ايا كان لو بنوته واحده بس بتتابعني، والله اقولها بكل قلبي. وكنت اتمنى حد يقول لي الكلام ده، او يقول لي ما تخافيش وجربي واغلطي وتعلمي، وانتي صغيره، وانتي بني ادمه، انتي مش ملاك، انتي مش مفروض، انتي مش نازله على الارض دي عشان خاطر تمشي زي السكينه ايه على عجين ما يلخبطش والكلام ده. لا عادي، انتي موجوده عشان تغلطي. انا بجد حاسه ان انا يعني بعمله سبونسر، وهو والله لازم يعني ازازه ميه تعبانه يعني. ف بس يعني خلي بالكم من صحتكم، واشربوا ميه، اشربوا ميه كتير 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 كتير، ميه كتير كتير. وخلي بالكم على نفسكم بجد، وحافظوا على نفسكم، وما تخلوش حد ابدا يجي عليكم بس.